لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. وربنا يا رب ده يجعل دايما أيامنا أعياد، ويجعل دايما أيامنا سعادة وخير، ونفضل الأمة الإسلامية والشعب مصر والشعب العربي كله بخير وفي عيد دايما وفي صحة وفي هنا. طبعا النهاردة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أساس إفطار أول يوم العيد الكبير أو عيد الأضحى كبدة الأضحية معروفة. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف احنا ايه عملنا النهاردة الفطار بتاعنا ازاي. يلا بينا يا حبايبي. معايا هنا طبعا الكبدة، طبعا كبدة فريش طبعا. مسكتها قطعتها تقطيعة صغيرة كده، قطعوها زي ما انتوا عايزين. طبعا دي حلويات بتبقى كده مع الكبدة، والقلب طبعا فيه حتة دهنة كده هي اللي هتسويلي الكبدة معايا، يعني مش هشيلها، مادة دهنية فيها. ماشي، امسكها اقطعها كده وهروح اشطفها شطفة حلوة، ولا هنقعها في خل ولا بليمون ولا بحاجة، يعني دوب غسلتها بمية كده حطيتها في مصر، وايه قطعت ايه قرن الفلفل ده ورشيت عليها شوية فلفل اسود، وسبتها لحد ما تصفي المية اللي فيها كلها. كده صفت ميتها كلها، جبت معلقة هريسة شطة حطيتها عليها، وعصرة ليموناية. عندي البهارات اللي انا بحطها اساسي ملح، اساسي فلفل، رشة كمون، معلقة توم باودر على بصل باودر. اللي مش حابب يحط التوم والكمون والبصل الباودر بلاش. طبعا اعصر ليمونتين كده عليها، انا عصرت ليمونة في الاول واعصر ليمونة تاني. طبعا عندي هنا ايه دقيت قرن فلفل حامي على فصين توم كده حلوين، حبة توم حلوين كتير يعني، ان الكبده بتحب التوم. واديها تقليبه واسيبها لحد ما ايه اغبس حته العجينه الصغنونه بتاعتي، لان انا زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ابو حبيبه عايز ياكل الكبده مع عيش سخن، فعجنت حته صغيره كده حتى مش مستاهله ان انا اصورها لكم يعني، بس هتشوفوا العيش معايا في اخر الفيديو. هسيبها كده، وطبعا هروح اخبز العيش بتاعه وهرجع لكم ايه على طول. ارش بس عليها شويه فلفل اسود وهغطيها واسيبها شويه يعني تشرب من التتبيله بتاعتها، لان انا خلاص انا كده تبلتها، مش هعمل لها حاجه تانية. طبعا هنا الكبده بعد ايه بعد حوالي ساعه على زيت سخن، وما حطيتش فيه ولا توم ولا حاجه، الكبده فيها كل حاجه. انزلها على زيت سخن تاخد الصدمه، اديها تقليبه واسيبها اهي، اقلب فيها ولا بحط لها خل ولا حاجه. هي واخده التوم بتاعها واخده الفلفل واخده الملح واخده الليمون. لما تقرب تستوي هقطع لها قرن فلفل كمان. حابين بقى تشوفوا مثلا عاد بقى عايزه كمون، عايزه ملح، عايزه فلفل، عايزه شطه، اللي بيحبها حاميه، اللي بيحبها مش سبايسي، دي حاجه ايه ترجع لكل واحد. طبعا الكبده معروفه ان هي لازم تبقى حراقه كده وحاميه ومشطشطه. شايفين ما شاء الله عليها يعني حلوه ولونها فاتح وما شاء الله عليه. الصوص ده بقى اهم من الكبده عندي بقى يا جماعه والله. كده احنا سوينا الكبده بتاعتنا، قطعنا معاها طبعا ايه كده رحنا على الطبلية بتاعتنا بقى ايه في المنظرة، وقعدنا بقى عشان نفطر الفطار بتاع اول يوم العيد. طبعا انا العيال كانوا عايزين عيش فينو، جبنا عيش فينو، وادي شوية العيش بتوعي شوية صغيرين يعني خبزتهم كده حالا. قطعت خيار، قطعت طماطم، جبنا طبعا شيبس، مخلل بتنجان، مخلل قرنين فلفل حاميين كده، وطبعا ليموناية للي حابب يحط ليمون. ده كان فطار اول يوم العيد، حبيت اشارككم معايا فيه. كل سنة وانتم طيبين. يا ربنا يا رب يجعل العيد سعيد عليكم، وربنا يجعل ايامكم دايما خير واعياد. قولوا لي بتقضوا العيد ازاي، ويوم العيد عندكم بيبقى ازاي. طبعا احنا هنفطر وهنطلع نروح فين؟ عند ايه عند اهلي، بنقضي يوم العيد الكبير ده معاهم. كل سنة وانتم طيبين، حبيت اعيد عليكم. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين. لو الفيديو عجبكم اكتبوا لنا كومنت حلو، واشتركوا، ما تنسوش اللي مش مشترك عندنا يشترك، واللايك ما تنسوهوش.
وكل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله، أحلى اخوات.